تنفذي الامر ده التالت هيعذبك. هتلاقي ايه؟ اختلاف. هي دي المشكله. دي عامله زي ايه؟ زي راجل خادم شغال عند 2 اسياده، وكل واحد عايز يمشي على مزاجه. فلان يقول له روح المشوار الفلاني قضولي، والتاني يقول له اوعى تتحرك من البيت. واحد يقول له انا عايزك تنظف الصاله، والتاني يقول له اوعى تنظفها. ده اشقى خلق الله، ده اشقى انسان على وجه الارض. والانسان لو كان لينا اكتر من اله، ده احنا كنا نبقى اشقى خلق الله. ده احنا كنا نتعذب عذاب ما بعده عذاب. رب بيأمرنا صلي والتاني بيقول لي ما تصليش. رب بيأمرنا اتجوز والتاني بيقول لي لازم تعيش عازب. رب بيأمرني ان انا ابر امي وابوه والتاني يقول لي قطعهم حتت. ما ينفع الكلام ده؟ فمن اعظم واجل النعم اننا ليس لنا الا اله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو الرحيم سبحانه وتعالى بعباده اللطيف بخلقه سبحانه وتعالى، لا يأمرهم بشيء فوق الطاقه. هو اللي قال كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سبحان الملك. شوفي تخيلي بقى لما ربنا ما بيكلفكيش اللي فوق الطاقه. طب امرك بالحجاب ده فوق الطاقه، اوعي تقولي اه. لو قلت يبقى كدبت القران. اوعي تقولي الكلمه دي، اوعي تطلع من بقك. يبقى عارفه ان هي دي طاقتك. تقولي اصل معلش، اصل ما هو الرحمه حلوه. انا البس حجاب وكلفت نفسي والدنيا حر وبموت، ما بطيقش انا اعمل كده. انا ما كنتش امشي في الشارع بالشورت والمش عارف ايه والبادي. انا بحس ان انا مخنوقه. عارفه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مره اختي اتصلت بيا، اختي دي كانت عايشه في هولندا، هي مصريه. تقول لي انت لا تتخيل انا كنت عايشه ازاي في هولندا. يوم ما ابقى محجبه ومتطرفه كنت البس شورت يعني، ويبقى ايه بقى، ويوم ما وصلوا للركبه كانت امها تقول لي يا حبيبتي انت حزينه في حد مات لك عشان ايه لابسه شورت ووصلته للركبه. كأن البنت كده يعني خلاص رمت الدنيا ورا ظهرها وبقت زاهده بقى وعابده وخمسه العدويه وسته كده يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله. والان هي الاخت دي منتقده ومن خيره الاخوات وطالبه علم بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي اقصده ان ايه، اوعى تقول ان ربنا يكلفك فوق الطاقه. هو اللي خلقك ورزقك سبحانه وتعالى واعطاك القدره دي وكلفك بالشرع ده وقال لك خدي بالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا مش هكلفك الا الطاقه بتاعتك والوسع بتاعك. وفي نفس الوقت امرك بالحجاب، يبقى الحجاب ده ايه؟ في وسعك وطاقتك. وهيرضيه وهيحبك عشانه وهيرضى عنك ويحبب فيك كل خلقه ويحبب فيك الملائكه ويدخلك الجنه ان شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. فالمهم فاحنا بنقول عشان كده كل اخت اشكري نعم ربنا عليك. وبعدين انا بقى عمال انا عايز اناقش بقى اي اخت متبرجه بالله عليك، انت ما شاء الله حاسه ان انت جميله ومظبطه نفسك ولابسه لي عدسات ومجمله بشرتك وحاطه كريم اساس وكريم يعني مظبطه الموضوع كله يعني، وعامله شعرك موزمبليه يعني وخارجه ولابسه على سنجة 10. تخيلي وانت بالجمال ده كله وربنا خد منك نعمه واحده، نعمه البصر. بدل ما انت ماشيه عماله تنظري النظرات اللي بيسموها شيطانيه او نظرات سحريه للشباب عشان تفتنيهم، تبقى ماشيه عامله كده. حد يعدينا، مفيش حد انت مش شايف حاجه خالص. هتبقى ساعتها جميله بنفس القدر ده؟ طبعا هتقول لا طبعا مفيش، انا كده انتهيت خلاص. اقول لك طب ما قبل ما تنتهي ما تتحجبي عشان ربنا يحفظ عليك النعم والجوارح دي. قادر في لحظه والله قادر. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قادر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحفظك. والله انا بقول الكلام ده عشان خايف على اختي وبخاف عليها سبحان الله. ليه حق ان اخاف عليها؟ لان النبي علمني ان اخاف عليها. فقادر ربنا سبحانه وتعالى لبصرك خلاص عمرك انتهى، مفيش بصر بعد النهارده. كنت هتعملي ايه؟ طب بلاش كده. طب لو خد منك نعمه ثانيه، نعمه الكلام، اللسان. امر اللسان انه ما يشتغلش ما يتكلمش. فانت عايزه تعبري للناس عن سعادتك وثقافتك بقى والكلام الحلو واوكي وميرسي وجوت النخ وجود باي وهاوريو ونحمدوه والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ مفيش اصلا لسان يتكلم. فما فيش لا خفه دم ولا في طلاقه ولا في اي حاجه، كل ده انتهى خلاص، ما فيش اصلا كلام. هتبقى حلوه برضه؟ طب لو خد منك نعمه الرجل وبقيتي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. انا اوعى تظن ان انا بقول الكلام ده يعني عشان نجرح حد، انا بقول الكلام ده عشان اوضح للاخت ان ممكن النعم دي تسلب لو بقيتي مشلوله. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين ويقيك شر اي ابتلاء. هتعملي ايه؟ هتبقى برضه جميله؟ طب ما بدل ما يحصل ده كله ما نلبس حجابنا قبل ما يحصل ونندم. ما دي المشكله. انا اعرف بنت سبحان الملك يعني حكي لي قصتها، كانت في منتهى الجمال اللي في الدنيا وكانت فتنه لشباب الجامعه
وكانت لا يمكن تلاقي بنت هتتحجب الا ما تقول لها انت بتعملي ايه؟ ده انت كده زي القمر، وانت وكانت تجيب لها هدايا وتغدق عليها، وكانت متبنيه موضوع التبرج ده كأن يعني هو ده هدفها في الحياه. هذه الفتاه في يوم من الايام بوتاجاز ضرب في وشها. هي بتعمل البوتاجاز فمش عايز يولع، تمام؟ تقرب الكبريت مش عايز يولع، مش عارف ايه. هي يظهر كانت ايه؟ كانت ناسيه الانبوبه مش مفتوحه. المهم اختها بتقول لها انت ناسيه الانبوبه اصلا مش مفتوحه، الانبوبه مقفوله، والثانيه مش واخده بالها ان عود الكبريت كان محطوط. بتفتح ضرب في وشها اتحرق كله. الاخت دي لبست نقاب، بس ما لبستش نقاب عباده لله، انما لبسته ايه؟ لبسته عشان خلاص ما ينفعش تظهر بوشها كده. طب ما نلبس النقاب او نلبس الحجاب، حتى الخمار، حتى قبل ما يحصل لنا حاجه زي كده. ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود المصري. ايوه. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. والله انا كنت عايزه اسال بس حضرتك سؤال. اتفضلي. ممكن؟ اتفضلي تحت امرك. الامر لله. هو انا دلوقتي عندي بنت مخلصه بكالوريوس تجاره. نعم. ولابسه الاسدال. نعم. وكل ما تتقدم لوظيفه. نعم. بعد ما يعملوا معاها المقابله وكل حاجه يرفضوها بسبب اللبس. نعم. وبعدين انا مش عارفه يعني هل اللبس دوت فيه حاجه ضرر يعني؟ يعني انا مش عارفه هل يعني شرط اساسي دلوقتي في وظائف الخاص الحكومه او هنا بيسترد انها تكون لابسه مسيبه شعرها وحتى ميك اب يعني؟ هو دلوقتي حضرتك ربنا يبارك فيك، طبعا السؤال واضح. هو دلوقتي يعني في بعض الاماكن الشغل دلوقتي، يعني حتى حضرتك لما تعدي على بعض المحلات، وانا بشوف اليافطه دي بنفسي، يعني مش الكلام ده مش بيحكي لنا، ابص تلاقي واحد كاتب يافطه مطلوب انسه للعمل. هو بيقول انسه ليه؟ عشان لو كانت متجوزه ممكن جوزها يمنعها عن الشغل مثلا، فهو عايز بقى يعني واحده ايه تفضل معاه في الشغل على طول. مطلوب انسه للعمل. ايه مواصفاتها؟ ما بيقولش مثلا ايه اخت مصليه محجبه امينه صادقه وفيه، لا، ما بيطلبش المواصفات دي خالص، مش في دماغه اصلا. مطلوب انسه للعمل، حسنه المظهر، ملفوفه القوام، جميله مش عارف ايه، لبقه، مش حاجات غريبه جدا. فيعني هو عايز يعرضها سلعه عشان يعني ايه يعني تثير رغبه الشاب انه يخش المحل ده عشان يشتري. واحيانا البنت بتكون جريئه شويه فتجبر الشاب ان هو يشتري فعلا. طب شوف حضرتك القميص ده، طب البنطلون ده، طب لا اكيد مش عاجبك عشان مش من ايدي، طب مش عارف ايه، وشفنا الكلام ده يعني لحد ما في النهايه الشاب عيني يقول والله كسفت واشتريت عشان اخلص منها. سبحان الملك. فاحنا بنقول لحضرتك ربنا يبارك فيكي، يعني لو بنتك حتى ما اشتغلتش ايه المشكله؟ ما تشتغلش وربنا يبارك فيكي ويحفظكم، وتقعد بحجابها وتحافظ على دينها وربنا يبارك لك فيها ان شاء الله، ويجي لها ابن الحلال اللي يعني ستتها في بيتها كده. ربنا يبارك فيكم. معانا اخر اتصال عشان معلش الموضوع طويل شويه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يخليك يا شيخ محمود. آمين. بقول لحضرتك يا شيخ محمود. نعم اتفضل. انا كنت لابسه النقاب. نعم. وبعدها جيت اتجوزت. ليه كنت ديت يعني؟ وجوزي بقى تاني يوم من الجواز قال لي اقلعي النقاب. نعم. اول ما قلعتهوش هطلقك. وانا من ساعتها تعبانه جدا والله، وساعه ما كنت لابساه كنت يعني كان وشي ده منور، ساعه ما قلعته وانا برجع لورا. سبحان الله. ووشي دابل ومش يعني مش عارفه ارتاح. سبحان الله. يعني كان نعمه كبيره قوي عندي معايا، بس ساعتها اخواته قالوا لي اهله قالوا لي بدل ما تخربي البيت هو اللي هيتحمل الذنب. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. يعني انت عليكي بالدعاء، والسؤال واضح طبعا، عليكي بالدعاء ربنا يبارك فيكي، وادعي بالليل كده، قومي صلي بالليل كده قبل الفجر كده في الثلث الاخير، واطلبي من ربنا ان ربنا يشرح صدر زوجك لهذا الامر ان شاء الله، وربنا يبارك فيك طالما انت طري. يعني فعلا الفرق الواضح بين حياتك قبليه وحياتك بعديه، وربنا يكرمك يا رب ويثبتك يا رب العالمين. طيب اخر سلام مني. طيب ماشي حاضر، معلش عشان الموضوع طويل شويه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يعني أنا عندي خجل إن أنا أكلم البنات فبتكسف منهم، أو أول ما يقولوا لي كلمة يعني إحنا مش عايزين يعني خلاص كفاية نصح فبسكت. يعني لما تعوزي تدعي واحدة وكده، ما أنت خليكي بقى ذكية وتعلمي الأسلوب ده بقى، إن أنت يكون أسلوب غير مباشر. بمعنى ما تجيش لواحدة تقولي لها أنت مش لابسة حجاب ليه؟ أصل الكلام المباشر أحيانا البنت بتتضايق من الكلام المباشر، لا خلي الكلام غير مباشر. يعني ممكن تحكي لها قصة واحدة، قولي لها على فكرة عايز أحكي لك قصة جميلة قوي، كان في واحدة وحصل لها كذا وعملت كذا، وكانت قبل ما تلبس حجاب يا عيني عليها حصل لها وابتلاءات مش عارف ايه وحادثة عربية وحماتها دخلت الجيش، واقعدي بقى احكي لها شوية حاجات كده.
وبعد بقى لما ربنا اكرمها بقى لبست الحجاب ما شاء الله جالها عريس زي الفل ما شاء الله واخ فاضل وعايشين في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات وكده يعني احكي لها فيلم هندي بحيث ايه تظبط لها المساله وبعد كده كلميها. انما من الاول خالص لو دخلت لها بشكل مباشر انت مش لابسه حجاب ليه تقول لك كنت مالك. في بنات يعني جريئه شويه يعني فتقول لي كنت مالك او ممكن تكسفك او تقول لك كلمه مثلا او زي ما حضرتك قلت كده تقول لك مش عايزين نصايح. فمعلش يعني خليكي كده ذكيه في اسلوب الدعوه. وانا ذكرت بقصه الحسن البصري لما كان ليه جار ما بيصليش عمل ايه معاه؟ ما راحش قال له خد تعالى. اي نعم هو هناك خلاف بين اهل العلم بين تكفير تارك الصلاه وانه كافر كفر دون الكفر